احنا شايفينه. طب هل كل الاسماء اللي حضرتك ذكرتها دي كلها بتشارك في تأجيج الصراع واشعال النار داخل الجامعات؟ كل ما بينتمي الى القيادات دي طبعا بتشارك؟ دي انت يعني عندك معلومات بكده؟ عندنا معلومات اكتر من كده، ده احنا عندنا معلومات، وده الكلام ده قلناه في فضاءات كتير، وقلنا على مسؤوليتنا. ما فيش حد طلع كذب حضرتك. احنا بنقول ان الدكاتره رؤساء الجامعات دول، يعني طبعا رئيس جامعه داخل مش معقول ان عربيته يتم تفتيشها. اقسم بالله العظيم ان في رؤساء جامعات بيدخلوا وعمداء كليات بيدخلوا الشماريخ والعصا بتقسم بالله العظيم؟ طبعا احنا في مرحله ما ينفعش فيها الالوان الرماديه. مين من رؤساء الجامعات بيعمل كده؟ معظم اللي انا قلت اساميهم دول. لا انت قلت لي انت يعني عاوز اقول لك حاجه، فانا عايز اشوف يعني اللي يندرج تحت القسم ده اكيد اسماء. يعني مثلا خد بالك انت اقسمت. عندنا جامعه الزقازيق دكتور محمد عبد العال، تمام، ادي واحد. عندنا كل ما بينتمي للازهر دول كتير قوي بقى، كلهم كده هنقدر نقول ان كل دول بيدخلوا شماريخ وبيدخلوا اشياء. خد بالك ده هو ممكن يرفع عليك قضيه. لا يرفع، اهلا وسهلا، يا اهلا بالقضايا، يا اهلا بالقضايا. انا بتكلم، انا عارف ان احنا في لحظه غير طبيعيه، احنا في لحظه استثنائيه عاوزه ايد من فولاذ. احنا هنفضل نطبطب لغايه امتى؟ الطلبه اللي بيأجرموا